قبل ما نبدأ الفيلم أحب أعرفك على كائنات البوف، واللي بتبقى كائنات جبانة جدا وبتهرب من أي حاجة، ولكن كل ده مش مهم. المهم بطل فيلمنا النهاردة واللي بيكون اسمه واللي بيبقى مختلف عن كل كائنات البوف التانية. دايما بيبقى متحمس، طيب جدا، همجي حبتين، الكل بيكرهه بس ماشي الحال وهو راضي. مين بقى قائد شوية البقر دول؟ الكابتن سميك. وبيقول لهم أنا عندي خبر حلو، بسبب براعتي في الهروب وإن استخبى قدرت أنقذكم من الجورك. الكل بيسقف له، والغريبة بقى إنه شايفه بطل. وبيقول لهم كابتن سميك مش كده وبس، ده أنا كمان لقيت كوكب نستخبى فيه، والجورك عمره ما هيوصل لنا أبدا. وكمان في الكوكب ده فاكهة بتريح الأعصاب. وبيوريهم صورة لطفل وبيقول لهم دول سكان الكوكب. الكل بيخاف ما عدا وفعلا بيروحوا ناحية كوكب الأرض، وكابتن سميك بيعطل الجاذبية وبيبعت الآلات بتاعته علشان يجمعوا كل سكان الأرض ويحطهم في مكان واحد، والمكان ده بيبقى فيه كل سكان الأرض. وكائنات البوف بيحتلوا الكوكب كله، والحاجات اللي مش مهمة أو اللي ما بيعرفوش يستخدموها بيجمعوهم كلهم على بعض وبيطيروهم في الهواء. وكالعادة بيبقى متحمس جدا علشان هيبدأ حياة جديدة، وطبعا هيبقى ليه صحاب جداد. بيدخل البيت بتاعه وبيقول لجيرانه لأنكم هتعيشوا جنبي وهتبقوا صحابي، فأنا عازمكم على حفلة في بيتي الساعة 5. محدش بيرد عليه، بيفضل يحضر للحفلة، بيعمل أكل وبيغسل سنانه وبيفضل واقف قدام الباب علشان يستقبل جيرانه. ساعتها بنشوف قطة بتفضل تطلع على البيوت لحد لما بتوصل لصاحبتها، واللي بتكون طفلة صغيرة، وبنشوفها بتتفرج على فيديو ليها هي وأمها وهما بيلعبوا سوا، وبتكون ساعتها في منتهى الحزن. وبنعرف إن اسمها تيب، ومرة واحدة البيت بيتهز، فبتجري تيب تقفل النور بسرعة لأن البوف بيكونوا بيدوروا على أي إنسان. وبتعرف كمان إن هما هيدخلوا البيت علشان يسكنوا جواه، فبتقرر تسيب البيت وتمشي. بتاخد شوية حاجات والقطة وبتكون خلاص هتمشي، ولكن بتفتكر الهدية اللي كانت جايباها لمامتها. ولكن ساعتها بيدخل واحد من كائنات البوف، ولكن بيقع في كل الفخوخ اللي تيب عاملاها، فبتستغل تيب الفرصة وبتجري تجيب الهدية. بتاخد العربية دي من الزبالة وبتقرر تدور على مامتها. وطبعا مش محتاجة اقولك ان في كل الوقت ده بيفضل واقف على امل ان اي حد يجي. بيزهق وبيطلع يدور عليهم، وبنعرف ان هما بيستخبوا منه علشان ما يحضروش الحفلة. بيزعل جدا وبيطلع البلكونة وبيبقى في منتهى الحزن لانه مش عارف يتأقلم مع الباقي، ومش عارف هما ليه مش بيحبوه. ولكن كل ده بيروح اول لما بيشوف صاحبه كايل. بيروح له وبيقول له صاحبي، فبيقول له صاحبك مين يا عم؟ فبيقول له ايوه انت صاحبي، المهم ايه رأيك تيجي الحفلة بتاعتي؟ فبيقول له امشي ياض من هنا مش فاضي. فبيقول له خلاص هبعت لك الدعوة وابقى تعالى في اي وقت. ولكن بدل ما بيبعت الرسالة لصاحبه بيبعتها لكل كائنات المجرة. فبيقول له كايل الجورك هيستقبل الرسالة وهيعرف مكاننا. بيخاف جدا، وكل البوف بيكونوا هيموتوا من الرعب. بيتلموا عليه، ولكن بياخد البالونة دي وبيهرب، وبيطلب من البالونة تدور على مكان ما فيهوش اي بوف. فبتقول له القطب الجنوبي. بيفكر شوية وبيقرر يروح لهناك، ولكن البالونة بتعرف ان هو فبتفجر نفسها. بيفضل يهرب من البوف لحد لما بيدخل السوبر ماركت ده. وبص بقى الصدفة، تيب هي كمان العربية بتعطل منها وبتدخل نفس السوبر ماركت. بيفضلوا يتمشوا، ولكن كل ده ما بيشوفوش بعض. ولكن القطة بتشوفه، فبتروح تيب ناحيتها وهي كمان بتشوفه، بتزقه وبتحبسه جوه التلاجة دي. فبيقول لها انت ليه عملت كده؟ انا واحد من البوف والبشر كلها بتحبنا. فبتقول له مين قالك اننا بنحبكم؟ وبتسيبه وبتمشي. فبيقول لها لو ما خرجتنيش هخرج اشعة من عيني. فبتقول له انت فعلا تقدر تعمل كده؟ فبيقول لها ايوه، ولكن لونه بيقلب اخضر. فبيقول لها صدقيني احنا طيبين وما بنأذيش البشر. بتفتكر اللي حصل لأمها، بيكونوا قاعدين في أمان الله، ولكن بتيجي كائنات البوف وبتاخد أمها، وما بياخدوش تيب لأن القطة بتبقى على دماغها، فبيعتبروها مش إنسان. بنرجع تاني وبتقول له انتوا خدتوا أمي ودمرتوا الكوكب. فبيقول لها لو خرجتيني هصلح لك عربيتي. ما بتسمعش كلامه وبتسيبه وبتمشي، ولكن العربية ما بتشتغلش، فبترجع له وبتقرر تخرجه. ساعتها كابتن سميك بيقول لهم مش عاوزكم تقلقوا من حاجة، وبالنسبة للرسالة اللي بعتها البوف الغريب هنقدر نوقفها. واول ما بيوقفوا تصوير بيفضل يصرخ وبيجري في كل مكان. بيفكر هيعمل ايه، فبيستدعى اذكى كائنات البوف في الكوكب. والراس دي بتقول له احنا ندور على كوكب تاني ونهرب من هنا، ولكن ده يحتاج مليون سنة. والراس دي بتقول له احنا هنعمل نفسنا ميتين. ولكن واحد بيقول احنا نفتح ايميل البوف ونلغي الرسالة. ولكن بيبقى مغير كلمة السر، فبيفتحوا الرسالة وبيعرفوا انه كايل صاحبه. فكابتن سميك بينادي عليه، فبيقول له والله ما اعرفه.
فبيقول له ماليش فيه، انت المسؤول قدامي انك تجيبه. وبنرجع تاني لأو بعد ما صلح العربيه، وطبعا مش محتاج اقول لك هو عمل فيها ايه، ده استخدم كل اللي في السوبر ماركت علشان يصلحها. وتيب بتكون مصدومه من اللي بيحصل، بتركب العربيه وما بترضاش تركبه، وبتقول له انت واحد منهم يعني اكيد هتسلمني ليهم. بتيجي تتحرك بالعربيه ولكن بتلاقيها بتطير، فبتقول له انتوا خطفتوا امي. فبيقول لها مين امي؟ فبتقول له لا امي انا. فبيقول لها هساعدك تلاقيها في باريس المقر الرئيسي للبوف، وهناك كل بيانات البشر. فبتقول له اوعدني الاول. بيوعدها وبتركبوا العربيه وبيهربوا من البوف بسرعه. وتيب بتبقى مبسوطه جدا بالعربيه الجديده، وبيكتب او على الجي بي اس القطب الجنوبي بدل باريس، ولكن الجهاز بيطلع صوت وبيقول له الوجهه القطب الجنوبي. فبيكتب باريس بسرعه، وبيشوف او القط بتاع تيب وبيحبه جدا، وبيقول لها احنا من النهارده صحاب. فبتقول له احنا عمرنا ما هنبقى صحاب. فبيقول لها غلط، كابتن سميك قال لنا كده. فبتقول له كابتن سميك ده عبيط. فبيقول لها طبعا لا، سمعت عن الأسطورة بتاعته. في مرة قعد مع الجورك علشان يعملوا معاهدة سلام، ولكن من كتر شجاعته هرب وخد معاه الحجرة دي. فبتقول له كل ده ما يهمنيش. وساعتها كايل بيوصل للسوبر ماركت وبيشوف كل اللي حصل من الكاميرات، وبتكون تيب وأو هيتمسكوا من البوف، ولكن بيستخبوا تحت باب تمثال الحرية. وبيشوف أو شوية بلالين مرسوم عليها صورته ومطلوب القبض عليه. وبتكون تيب خلاص هتشوفها، ولكن بيغروش عليها. بيستخبوا في البنزينة دي علشان البوف ما يشوفهمش، وهو بياخد العربية وبيكون رايح للقطب الجنوبي، ولكن كايل بيوقفه وبيكون عايز يقبض عليه. ولكن تيب بتيجي من وراه وبتوقع عليه العلب، وبتبص لأو البصه دي وبتقول له انت كنت عاوز تسيبني وتمشي؟ فبيقول لها لا طبعا، ولونه بيقلب اخضر. فبتعرف انه كذاب. بيفضلوا يضربوا في بعض وبتكتفوا باللزق، وبتاخد العربيه وبتمشي. ساعتها بنروح لباريس وبنشوف البوف خايفه جدا علشان الرساله قربت تروح لجورج. بيقولوا الكلام ده لكابتن سميك، فبيخاف جدا. ساعتها بيروح له كايل وبيقول له كابتن سميك لقيت او. فبيقول له ايوه الكل بيفرح. فبيقول له طب هو فين؟ فبيقول له انه مات في الانفجار اللي حصل في البنزيمه. بيديله واحده في دماغه، واو بيشيل اللزق اللي عليه وبيقول لها باريس خطر جدا لانها مليانه بالبوف. فبتلاحظ تيب انه متوتر جدا، فبتشغل موسيقى وفعلا الاغنيه بتبقى جميله جدا، لدرجه انه او بيبدا يرقص لوحده. وبيقول لتيب ايه اللي بيحصل؟ فبتقول له ده اسمه رقص. ما بيعرفش او يتحكم في نفسه، فبيفتح الباب وبينط في المحيط. بيجي الليل وبنشوف تيب وهي بتتفرج على امها، وبنعرف انها مفتقداها جدا. ساعتها بيطلع او من المحيط وبيبقى مبسوط جدا انه رجع تاني لطبيعته، ولكن بتضربه وبتقول له انت ليه سبتني كل الوقت ده لوحدي؟ انا طفله وما ينفعش حد يسيبني لوحدي. فبيقول لها طب لما انا قابلتك كنت لوحدك، وكمان الموضوع ده عندنا طبيعي. فبتقول له انا كنت سعيده جدا بحياتي مع امي لحد لما انتوا جيتوا وبوظتوا كل ده. فبيقول لها خلاص احنا هنروح وندور على امي. فبتقول له لو قلت كده تاني هضربك، هي امي انا مش امك انت. انا ما اعرفش ازاي انت مش فاهم. فبيقول لها البوف ما عندهمش ام ولا حتى عيله، بيزعلوا هما الاتنين. وكابتن سميك بيروح للاذكياء وبيقول لهم حد عنده حل؟ محدش بيرد عليه. فبيقول له كايل ايه رايك نجرب ارقام وحروف مختلفه لحد لما نوصل لكلمه السر؟ بتعجبه الفكره جدا وبيخلي البوف الاذكياء يجربوا كذا كلمه سر. ساعتها او بيقول لتيب احنا عندنا قانون، وهو ان اي بوف يعمل 9 اخطاء بيتنفي. فبتساله كم عدد الاخطاء اللي انت عملتها؟ فبيقول لها 62. بتحس انه زعلان، فبتفضل تلعب معاه وبتفضل تقول له في نكت. بيوصلوا لباريس وبيشوفوا بوف كتير في كل مكان. فبيقول لها انا قلت لك ان ده هيحصل، وبيكون متضايق جدا. فبتقول له الخطه كالاتي، هنتسحب لحد لما ندخل جوه نعرف مكان امي وبعد كده نهرب. فبيقول لها انا وشي معروف جدا ولو دخلنا هيقبضوا علينا. بتطلع العده بتاعتها علشان تغير من شكله، واول ما بتعمل له نقطه في وشه بيفرح جدا وبيقول لها انت خليتيني شخص اول مره اشوفه. وهي كل اللي عليها انا لسه ما بداتش حتى، ما بيديهاش اي فرصه من كتر ما هو فرحان. وفعلا بيقدروا ياخدوا البالونه دي وبيدخلوا المقر المعلومات. وبترعب واول لما بيشوف الرساله بتاعته لسه ما اتلغتش. فبتقول له تيب ايه اللي هيحصل لو الرساله دي وصلت؟ فبيقول لها مش هنقدر نلاقي امي. هو بيقول لها ازاي ما قدروش يلاقوا كلمه السر بتاعتي؟ دول اذكى بوف في الكوكب. بيدخلوا جوه البالونه دي وبيكون فاضل 30 ثانيه بس على ان الرساله توصل. فبيكتب كلمه السر علشان يلغيها، وكلمه السر بتبقى انا اسمي او وكابتن سميك عظيم، واي حد شايف غير كده يبقى غبي. وفعلا الرساله بتوصل لجورج، ولكن قبل ما يفتحها بتتلغي. بينجحوا وبيكون ساعتها في منتهى الفرحه، وبيكتب او اسم مامة تيب وفعلا بيلاقوها. وبتكون البوف نقلوها استراليا. تيب بتحضن او وبتشكره على كل اللي عمله معاها، ولكن البوف كلهم بيحاصروهم. وبيقول له كابتن سميك برغم تنكرك المحترف ولكن الكمبيوتر اتعرف عليك. فبتقول له تيب المفروض انه دلوقتي بطل علشان انقذكم من الجور. فبيقول لها ما
هو برضو اللي معرضنا للخطر وبيكون خلاص هينفوه، ولكن تيب بتقول لهم لو ما سبتهوش هلعب في الجاذبيه. فبيقول لها كابتن سميك انت مش هتطولي، بتشب والكل بيخاف. فبيقول لها البشر دماغهم قليله جدا عشان تفهم نظام الجاذبيه. فبتقول له انت بتكلمني انا؟ طب اهو. وفعلا بتقلب برج ايفل والكل بيهرب، وهي واو بيمسكوا في الحديده دي، ولكن او بيشوف كايل جاي فبيقول لتيب سيب الحديده، وفعلا بياخدوا البالونه بتاعته وبيقدروا يهربوا، ولكن بتفرقع وبيمسكوا في السن بتاع البرج. وبعد دوشه كتير اخيرا بينقذوا نفسهم على اخر لحظه. بياخدوا العربيه وبيبعدوا عن المكان، وبيقول لها احنا قدامنا 17 ساعه علشان نوصل استراليا وهتلاقي مامتك هناك. فبتفرح جدا وبتقوله دي مش هتصدق ان احنا روحنا فرنسا، ده كان حلمها من زمان مش لوحدها والله. المهم بتلاحظ ان او زعلان، بتروح له وبتقول له مالك. فبيقول لها البوفا ينفوني بس عندهم حق، انا فعلا ممكن اعمل لهم مشاكل تاني. فبتقول له محدش في العالم ده ما بيغلطش. فبيقول لها قبل ما نيجي الارض كابتن سميك قال انكم متاخرين شويه، او بمعنى اصح اغبياء حبتين، ولكن بعد ما قابلتك عرفت ان احنا غلط وان كابتن سميك هو اللي غبي. وبتاسف لها على اللي حصل لمامتها، بتديله مفتاح العربيه وبتقول له من دلوقتي احنا اصحاب. وبيبداوا طريقهم لاستراليا وبيعدوا على مصر، بيرتاحوا لبعض. وبيقول لها انا لما ببقى وسط البوف بحس اني غريب. وتيب بتفضل تحكي له عن امها، بيفضلوا يهزروا ويلعبوا سوا، وتقدر تقول كده ان هم بقوا صحاب جدا. وبتنام تيب واو بيشغل الاغنيه وبيفضل يرقص وبيبدا يحب الارض جدا. بتروح عليه نومه، وتيب اول ما بتصحى بتلاقي البوف حواليهم من كل مكان، ولكن الغريبه انهم ما بيهجموش عليهم لانهم بيكونوا بيهربوا من الجورج اللي دخل المجره وعرف مكانهم، وبعت الجنود بتاعته علشان يخلص على البوف. فبيقول لها ازاي عرفوا مكاننا؟ احنا لغينا الرساله. واحد من الجورج بيهجم عليهم ولكن بيعرفوا يهربوا منه، ولكن العربيه بتتكسر وبتقع على الارض، ما بيحصل لهمش حاجه. وتيب بتزعل جدا لانها مش هتعرف تروح لاستراليا. واو بيفضل يصرخ، ولكن تيب بتشوف سفينه الجورج فبتطلب من يستخدموا الحاجات اللي فيها علشان يصلحوا العربيه. بيوافق وبيفضلوا يتسحبوا لحد لما بيوصلوا للسفينه، ولكن بينصدموا انها من غير طيار. بيرتاح وبيفضل يفك فيها لحد لما بيلاقي البتاع دي، بيفضل يصرخ من كتر الفرحه. فبتقول له تيب ايه دي؟ فبيقول لها دي شريحه الجورج الخارقه، هي السبب في قوتهم وسرعتهم. واول لما بيحطها في العربيه بتطير بسرعه جدا لحد لما بيوصلوا لاستراليا. في الوقت ده البوف بتكون بتهرب من الارض علشان الجورج هيخلص عليهم، وبتشوف تيب المكان اللي مامتها كانت واقفه فيه. بيروحوا ناحيته بسرعه، وبيكون فاضل بالونه واحده بس علشان ترجع البوف للسفينه بتاعتهم. وبيحتار جدا فبياخد تيب معاه ناحيه البالونه، فبتوقفه وبتقول له هي امي هناك؟ فبيقول لها ايوه، وكالعاده لونه بيقلب اخضر. فبيقول لها لازم تيجي معايا، الجورج هيدمروا الكوكب. فبتقول له انت وعدتني ان الاقي امي، ودلوقتي هتسيبني وتمشي؟ ولكن بيوقفها وبيقول لها فعلا البشر ما بتفهمش، بقولك الجورج هيوصلوا هنا في اي لحظه وهيدمروا الكوكب، وانا عاوز انقذك وده واجب عليا لاننا اصحاب. فبتقول له انت دايما بتفكر في الهرب، الواحد ما ينفعش يسيب اهله ويمشي، وانت عمرك ما كنت صاحبي. وبتسيبه وبتمشي، وبتكون السفينه خلاص هتمشي. بيحتار جدا، ولكن في الاخر بيروح للسفينه، بيطلع للسفينه بتاعته وبيشوف السفينه بتاعت الجورج. الكل بيكون خايف ومش عارف يعمل ايه، وسفينه الجورج بتهجم عليهم. الكل بيهرب واولهم كابتن سميك، ولكن بيمسك الشريحه اللي خدها من السفينه اللي لقوها وبيجري يحطها في مركز التحكم، وعلى اخر لحظه بيقدر ينقذهم. والجورج بيتضايق جدا، وكابتن سميك بيقوله ايه البتاعه دي؟ فبيقوله دي شريحه الجورج، وبيحكي لهم هو لقاها ازاي. الكل بينبهر من قوته وشجاعته علشان راح للسفينه برجليه وما خافش. الكل بيقول عليه بطل، ولكن كابتن سميك بيقول لهم مفيش بطل هنا غيري، وده مجرد كذاب وانا القائد بتاعك. فبيقول له ولكن انت عمرك ما كنت قائد كويس، طول عمرنا بنصدقك، حتى انا كنت بصدقك لحد لما قابلت واحده من البشر وهم غير ما انت قلت لنا عنهم. دي قويه وشجاعه وبتهتم بالبشر التانيين عكسنا تماما، ولا واحد فينا ليه عيله ولا حتى حد يحبه، حتى هي كانت بتهتم بيا، ولكن انا ما قدرتش اللي هي بتعمله. الكل بيتاثر من اللي بيقوله، فبيجري سميك عليه علشان يضربه، ولكن كايل بيوقفه وبيقول للبوف احنا محتاجين قائد جديد ومفيش حد احسن من كابتن سميك
سميك بيزعق له، ولكن كايل بيضربه وبياخد منه الصولجان وبيروح يديه لأو، ولكن بيقول له انا ما ينفعش ابقى القائد، انا عملت اخطاء كتير. فبيقول له ما انا كمان عملت اخطاء، واكبر خطأ فيهم ان ما كنتش صاحبك. وفعلا او بيبقى هو القائد الجديد والكل بيحييه، والبوف بيبدأ يعرف يعني ايه حب ويعني ايه عيلة ويعني ايه صحاب بحبهم. على الناحية التانية بتفضل تيب تدور على مامتها ولكن ما بتلاقيهاش، فبتفضل تسأل الناس لحد لما تليفونها بيقفل. بتقعد على الارض وبتفضل تعيط، واو بيفضل باصص على الارض وبيكون في منتهى الحزن. والاول مرة او بيعيط، فبيقرر يرجع للارض وفعلا بيرجع لتيب. واول ما بتشوفه بتفرح جدا وبتقول له ايه اللي خلاك ترجع؟ فبيقول لها جيت علشان انتي والقطة صحابي، وكمان غير كده انا وعدتك. وبيعرفها مكان امها. بتفرح جدا واو بياخدها ناحيتها، واول لما بتشوفها بتجري تحضنها وبتكون في منتهى الفرحة. واو الجلالة بتاخده وبيجري هو كمان يحضنها، فبتضربه ولكن تيب بتحكي لها كل اللي حصل. بتشكر او وبتقول لها مامتها كنت خايفة ما اشوفكيش تاني، فبتقول لها ما كنتش هوقف ان ادور عليكي. بيركز او شوية وبيمسك الحجر اللي في الصولجان اللي خدها سميك وهو بيهرب من سفينة الجورج. المهم بياخدها وبيفتحها وبينصدم جدا اول لما بيعرف اللي فيها، وبيقول الجورج مش اشرار، احنا الاشرار. ساعتها سفينة الجورج بتوصل للارض وبيعرفهم ان السفينة دي هتدمر الكوكب، ولكن بيقول لها انا عندي خطة. بيخليهم يركبوا العربية وبيكسر المفتاح. فبتقول له تيب انت بتعمل ايه؟ فبيقول لها لازم انا اصلح اللي انا عملته. وبيرفع العربية لفوق وبيفضل يجري ناحية السفينة اللي بتكون عمالة تدمر في الكوكب. فبتعرف تيب ان مفيش حد هيشوف، فبتخلي مامتها تفتح الهدية اللي كانت جايبها لها. فبتفتحها وبتطلع مراية. تيب بتاخدها وبتفضل تشتت في الجورج لحد لما بياخد باله، فبتشاور له على او بيشوف الحجرة اللي معاه، فبيوقف السفينة بسرعة. ولكن السفينة مش هتقف في الوقت المناسب وما بيعرفش يهرب، فبيدي الحجرة لتيب والسفينة بتدوس عليه وتيب بتنهار من كتر الحزن على او، ولكن او ما بيحصلوش حاجة فبتجري عليه وبتحضنه. ساعتها بيخرج الجورج وبنعرف ان الجورج الشخص ده بس بيروح لهم واو بيديله الحجرة. فبيطلع الجورج من البدلة اللي لابسها وبنعرف انه عبارة عن نجمة صغيرة. بياخد من او الحجرة وبيفتحها، ولكن ما بتطلعش حجرة، بتطلع بيضة جواها الملايين من الجورج. بيشكر او على اللي عمله وبيسيبه وبيمشي، وبيقول لتيب الجورج ما جاش هنا بسبب الرسالة بتاعتي، ده جه هنا علشان كان بيتتبع الحجرة. فبتقول له ايه الحجرة دي؟ فبيقول لها عيلة الجورج، وده كان اخر واحد فيهم، عشان كده كان عصبي ومتضايق علشان كان وحيد. بيحضنوا بعض والبشر كلهم بيحيوا او علشان انقذ الكوكب بتاعهم. وبعد اسبوعين الدنيا كلها بترجع زي الاول واحسن شوية، وبيعمل او حفلة كبيرة وبنعرف ان البشر والبوف بقوا عايشين مع بعض. بيشغل او الموسيقى وكلهم بيرقصوا، بيبقوا كلهم في منتهى السعادة، وطبعا البوف بيرقصوا غصب عنهم. واخيرا او لقى العيلة اللي كان بيحلم بيها. بالمناسبة الجورج هو كمان بقى ليه عيلة وما بقاش وحيد زي زمان. ولكن للأسف لحد هنا بينتهي الفيلم، فما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.